كاين 3 فرص، لكن تدخل الحارس كذلك مهم. وهنا الهدف الثاني، اللاعب الفارو يمرر تمريره مهمه جيده للاعب اسينسيو، ودائما اسينسيو شاهدنا في المباراه الاخيره اصبح يسجل اهداف، في المباراه الثانيه يسجل على التوالي في الدوري بعدما سجل في مباراه مع ايرتشي. بالتالي فوز مهم، اظن خلص الفريق الان مع فريق برشلونه في انتظار مباراه برشلونه غدا، وتحضير جيد كما قلت لما هو اهم، هي مباراه يوم الثلاثاء ضد فريق ليفربول في دوري الابطال. اظن كما قلت كان مباراه صعبه خصوصا في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كان فيه ريال مدريد افضل. برشلونه ب 56 نقطه، ريال مدريد ب 51، ريال سوسيداد ب 43، اتلتيكو مدريد 38 نقطه، 37 لبيتيس، راي فايكانو ب 33، 32 لاتلتيك بالباو، 31 كل من مايوركا وفيا ريال، واوساسونا يبقى المركز العاشر ب 30 نقطه. إذا ينتهي هذا اللقاء 2-0، وأيضا مكاسب أنشيلوتي كبيرة من هذا اللقاء. لا يوجد هناك إصابات بالنسبة لهذه المباراة عطفا عما هو قادم منافسات الأبطال، كذلك عدم لاعب بنزيما الذي سيكون جاهز ضد ليفربول. وخرج بالمهم في هذه المباراة، المهم هي 3 نقاط، هذا هو هدف المباراة. لم يكن الأداء هو المطلب الأول في هذه المرحلة تحديدا، مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، توني كروز، تشواميني، بنزيما، مندي، أسماء كبيرة تلعب بشكل أساسي دائما تصنع فارق. مع غيابها تحقق 3 نقاط، يعني هذا يعبر بأن الفريق يمتلك شخصية كبيرة جدا، يمتلك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق في العديد من المواقف، كما رأينا مع فينيسيوس، فالفيردي، اسينسيو، حتى دكة البدراء التي أتت. أوساسونا كان خصم صعب للغاية، وكان يمتلك الكثير من المحاولات خصوصا في الشوط